السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين وربنا يجعلها يا رب سنة خضر علينا كلنا، وينزاح الهم والغم والدنيا تستقر بقى كده ونعرف ناكل فراخ وناكل لحمة والكلام ده، عشان الواحد نسي الكلام ده. أنا عايزة أقول لكم على موضوع تجربة أنا مريت بيها شخصيا، فعايزاكم تشاركوني فيها. يعني لو سمحتوا خلوا الفيديو ده ليه أهمية ونبقى إيجابيين. يبقى ايجابيين كده. يعني انا اقول لكم مثلا احنا عندنا نفق عند شركه الكهرباء. النفق ده كان فيه صيانه من مده قريبه، كان بيتصين وكان بيتوضب والحمد لله. المفروض ان هو الوقت يشتغل وبقى 100 فل و10. انا بقى نزلت النفق ده الاسبوع اللي فات، كنت رايحه لبنتي المدرسه ولازم اعدي من النفق ده، الا لو حبيت اجيب له بديل فتخ مشوار زي الزفت عشان تتفادى نزول النفق. المهم انا نزلت النفق دوت، عايزه اقول لك الساعه 10 الصبح، والله العظيم زي ما بقول لكم 10 الصبح وما تشوفش كف ايدك فيه. ضلمه كحل، ضلمه كحل، في تحتي فيلم رعب. وتمشي في النفق ده، النفق ده ليه ممرين، ممر دايما مقفول اصلا، ما تفهمش مقفول ليه، زي ما يكون ما ينفعش الممرين يشتغلوا. اهو ممر بيفضل مقفول وممر مفتوح. حاليا بقى واحد مقفول والتاني مفتوح، بس ايه بقى ما تشوفش كف ايدك، الناس ماشيه ما شاء الله منوره، كل واحد ماسك موبايله وماشي منور قدامه. وما تبقاش عارف بقى تمشي تنور تحت رجليك عشان ما تقعش او ما تدوسي على اي حاجه، ولا تنور في وش الناس اللي جايين يقابلوك دول وماشيين معاك في الضلمه وفي في النفق المرعب اللي انت ماشي فيه ده، وما انتش عارف اللي جاي دوت حد كويس حد وحش، حد يخبطك حد مش، ما انتش فاهم. انت بتعدي ببركه ربنا. وانا ماشيه بقى في حاجه بتاع يجي 10 12 دول طلبه، حاجه كده بتاع 12 سنه 13 سنه. احنا للاسف القانون بيقول عليهم اطفال، بس انا مش شايفه ان دول اطفال، دول حاجه كده زي العصابه كده، ماشيين قله ادب، شتيمه، الفاظ خارجه، يزقوا بعض. النفق عشان بيعمل صدى صوت بقى ويصوتوا، حاجه في قمه الرعب، حاجه في قمه الرعب وانت ماشي فيه. عقبال ما خرجت من النفق قسما بالله انا كنت بتشاهد، انا كنت ماشيه خايفه اجري. يعني العيال يفتكروا ان مثلا حد خايف فيزيدوا في سخافتهم. فكنت ماشيه كده ايه متماسكه الى ابعد، يعني على قد ما اقدر، لغايه ما خرجت من النفق. خرجت من النفق، اهم حاجه رحت مدرسه بنتي وقعدت ان انا اوصف لها اي مكان تاني اركبي اعملي مش مشكله، المهم ما تروحيش ناحيه النفق تاني. انا في المروح انا كده عذرتها، والله انا عذرتها لما كانت بتستثقل مروح المدرسه عشان ما تخشش النفق ده. وبعدين لسه كانت بتقول لي كان في من الاسبوع اللي فات كان في خناقه وكانوا الشباب بيحدفوا بعض بالازايز. طبعا لما يبقوا بنات 14 15 سنه معديين وشباب بيحدفوا او ناس بيحدفوا بعض بالازايز، ده ربنا يسترها على اولادنا يا رب. المهم ايه، قلت انبهها للموضوع ده، وحبيت اعمل ايجابيه، ورحت رايحه على الاسم، قابلتهم وقلت لهم يا جماعه النفق ده فيه كذا كذا كذا، المفروض النفق ده يبقى فيه شويه امان عشان البنات اللي بيخشوا النفق ويخرجوا كده والكلام دوت يبقوا ما يبقوش خايفين. فردوا عليا بمنتهى الذوق بصراحه، وقالوا لي طب الموضوع الاناره والكلام ده دي مسؤوليه الحي، المفروض تروحي الحي وتبلغيهم بالموضوع ده. فانا قلت كملي الموضوع، وطالما مشيتي في حاجه وبداتيها كمليها. رحت رايحه بصراحه الحي خدمه المواطنين، ودخلت وقلت لهم، وناس قمه في الذوق وقمه في الاحترام بصراحه، تقبلوا الموضوع بشكل ايجابي جدا. وقالوا لي يا فندم هاي ان شاء الله هنحصل فيه صيانه، بس اللونات بتتسرق. ماشي انا معاكم ان اللونات بتتسرق، نحاول بقى نشوف لها اي حاجه تخليها ما تتسرقش. يعني شبك جامد، شبك متثبت كده في النفق من فوق كده، يصعب على الحراميه ان هم يفكوه. المهم بقى اي حاجه دي بقى شغلهم هم، وهم اللي يعرفوا اللي يعملوا الموضوع دوت. بس اللي انا اكتشفته بقى لما انا رحت الحي، ان هم قالوا لي النفق ده كان قريب فيه قتيل. طب لما الموضوع انه قريب كان فيه قتيل، هو احنا مستنيين يحصل كارثه اكتر من كده؟ يعني طالما حصل كارثه
نتفاداها بقى ونخلّي بالنا من اللي جاي ونبقى أوعى شوية، والّا نخلّي الحكاية كده ماشية كده وقتيل يجر قتيل وهي تبقى خربانة خربانة كده؟ أنا أتمنى بصراحة من الناس ديّة إن هم يهتموا بالموضوع دوّة زي ما قالوا لي كده، و عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ربنا. عشان خاطر ربنا لو كل واحد عرف إن هو ليه بنت وليه أخت أو ليه مراته أو أمه نازلة النفق ده، أكيد هيبقى قلقان شوية ويبقى خايف من اللي بيحصل ده. أنا عن نفسي أنا باسأل الناس دلوقتي النفق نوّر والّا ما نوّرش عشان ما نروحش ناحية هناك. يا ريت نشير الفيديو دوّة ويا ريت نبقى إيجابيين كده ولمّا نشوف حاجة نتكلم فيها. سلام عليكم.